كلمة المهندس حافظ أحمد مسؤول شمال الصعيد عن حزب فرسان مصر، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب النهارده بسيادة رئيس الحزب، اهلا وسهلا، شرفت الفيوم واهلا وسهلا بجميع الحضور. ونقول لكل الموجودين من الشباب ان احنا اذا كنا بندور على الغد مش مجرد حزب، الغد عباره عن حلم لكل شاب مصري عايز مصر تبقى بخير. شبعنا شعارات، شبعنا هتافات، سمعنا كتير وما صرفناش وقلنا حاجه. الشباب فقد الثقه في الاحزاب، ليهم الحق الكامل. لم يحدث اي تطور من بعد الثوره حتى اليوم. نتمنى ان يكون هذا المجلس هو البدايه لانطلاقه حقيقيه. كفايه تسويد الاحلام، كفايه المبادره بالشباب والمعاقين، كفايه ان انا اقول عندي كوتا وقضيت عليا مسيحيين. عملت ايه لمصر؟ هو ده السؤال لازم نجاوب عليه. بشكركم.